طيب تعالى دلوقتي بقى نمسك آخر فاريشن جبناها اللي هي الإكس ناقص ميو سكويرد، ونبص مع بعض إزاي أبدأ اللي أنا أكنترول البارامتر التاني اللي هو السبريد بتاع البيل كيرف. تعال نفكر فيها. احنا شفنا لو e to the power of minus x squared اللي هيحصل ان ده هيكون بيمثل لي decay exponential decay، واللي هيحصل ان انا لو حطيت 2x زي ما حصل في e to the power of minus 2t اللي شفناها قبل كده. احنا شفنا e to the power of t عملت growth، e to the power of 2t عملت growth كان اسرع كمان، وبالتالي لو عملتها بالنيجاتيف انا عندي فيه ديكي، ولو عملتها e to the power of minus 2t هيبقى ديكي بشكل اسرع. يبقى لو انا دلوقتي بقى جبت الاكس ناقص ميو سكويرد دي وجيت ضربت في فاريبل هسميه سيجما، وضربت الكلام ده في سيجما، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كده اللي انا هخلي الفانكشن بتاعتي تديكي بشكل اسرع. طيب تعالى اجيب شكل البيل كيرف، كان شكله عامل كده. فانا لو بدات اللي انا ازود السيجما دي، اللي هيحصل ان الفانكشن بتاعتي دي هتديكي بشكل اسرع. فايه اللي هيحصل؟ هيبدا البيل كيرف بتاعي ان هو يبقى نارو اكتر واكتر واكتر، يبدا ان هو يصغر اكتر واكتر واكتر كل ما بزود السيجما. يبقى عندي السيجما تزيد، الكيرف بتاعي يبقى اصغر واصغر واصغر. تاني في الماثيماتكس انا عايز الدنيا تبقى انتويتيف شويه، فعايز ان انا بدل ما بكبر السيجما الكيرف بيبقى نارو اكتر، انا عايز ان هما الاتنين يمشوا في نفس الاتجاه. كل ما هكبر السيجما هيبدأ ان هو السبريد يزيد اكتر واكتر واكتر. فاللي هعمله ان انا بدل ما هضرب في السيجما دي هقسم على سيجما، فتبقى e to the power of minus x ناقص ميو، الكلام ده سكويرد وجوه هضيف السيجما. كل ما هتزود السيجما بتاعتك كل ما هتبدأ اللي انت تزود السبريد بتاع النورمال ديستريبيوشن. يبقى انت دلوقتي اتحكمت في حاجتين، اتحكمت في الشيفت بالميو، وفي نفس الوقت في السبريد بسيجما. ليه سميناها سيجما؟ لان سبحان الله ده الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن هو البعد بتاعك او الفاريابيليتي اراوند المين زي ما اتكلمنا قبل كده. فانا دلوقتي كل ما هزود الستاندرد ديفيشن كل ما هزود الفاريابيليتي، كل ما هكبر البيل كيرف او هكبر السبريد بتاع البيل كيرف ده. بس الناس لما راحوا وقاسوا الكلام ده لقوا ان انا لو جبت اكس ناقص ميو على سيجما وسكوير الكلام ده زي ما حطينا كده في الايكويشن ده مش هيديني الستاندرد ديفيشن المتعارف عليه في الاستاتستكس، ولكن الستاندرد ديفيشن اللي هيطلع لو استخدمت الايكويشن بالشكل ده هيطلع سيجما على السكوير روت اوف 2، وهيكون اقرب شويه، لكن الدنيا نارو اكتر شويه. طيب علشان يحلوا الموضوع ده عملوا ايه؟ حطوا الهاف اللي موجودة في الايكويشن دي، فدي جت علشان تخلي لك السيجما فعلا الستاندرد ديفيشن المتعارف عليه في الاستاتستكس. وفي نفس الوقت لو بصينا على الموضوع ده بشكل ماثيماتيكال اكتر هنلاقي ان احنا واحنا عندنا البيل كيرف بالشكل ده، فانا عندي هنا كذا سلوب. السلوبس اللي ماشية بالشكل ده على البورت اللي هنا ده، البورت ده بداية كده بنسميه كونكيف، والبورت التاني اللي هو بيكون عكسه من تحت بنسميه كونفكس. دلوقتي الشيب اللي عندي ده اللي هو كونكيف وبعد كده قلب كونفكس اللي هو اكنه بيبيهيف زي النورمال ديستريبيوشن في الحته دي. فانا عندي السلوبس دي هتلاقيها بزيرو وبعد كده عماله تقل 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 ان هي عماله تبقى نيجاتيف 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 زي ما شفنا قبل كده، وبعد كده هتبدأ في نقطة معينة إن هي تتحول وتبقى بوزيتيف 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 لحد ما تبدأ إن هي تقرب للزيرو. طبعا هي مش بوزيتيف، قصدي إن هي بتنكريز في البوزيتيفيتي بتاعتها، تبدأ إن هي تقرب من الزيرو. الحتة ديت أو النقطة دي بنطلق عليها الانفليكشن بوينت. فأنت لو جبت الفيرست ديريفيتيف بتاع الكلام ده هتلاقيه في الأول خالص إن هو كان بزيرو، هيبدأ بعد كده ان هو يبقى نيجاتيف بيبعد عن الزيرو، وبعد كده هيبدأ ان هو يقرب للزيرو مرة تانية. فده هيكون شكل الفيرست ديريفاتيف بتاعه. لو رحت جبت السكند ديريفاتيف هلاقي ان انا ماشي سلوبس برضه على الفيرست ديريفاتيف، فهلاقي ان الكلام ده هيكون في الاول نيجاتيف، فهو عبارة عن values نيجاتيف، وبعد كده زيرو،
وبعد كده بوزيتيف. الجزء اللي هو تحول فيه ده من نيجاتيف لبوزيتيف هي دهيت الانفليكشن بوينت. فانت ممكن تجيبها من السكند ديريفاتيف بالشكل ده. اللي عايز اقوله ان الانفليكشن بوينت اللي موجودة عندي دي في الحتة بتاعت السيمترية بتاعت النورمال ديستريبيوشن، لو انا رحت وبصيت عليها في الاكشوال نورمال ديستريبيوشن هلاقي ان النقطة دي لو انا سبت الايكويشن من غير الهاف هلاقي ان النقطة دهيت هتكون موجودة على سيجما على السكوير روت اوف 2. ولذلك لما عملنا النورماليزيشن الصغير ده بهاف الحتة دهيت بقت باكشوال سيجما، الانفليكشن بوينت بقت باكشوال سيجما. دي حتت من الحتت الجمالية جدا في الشغل بتاع الماثيماتكس. ساعات انت تضيف زي كونستنت يسهلك في ان انت تجيب مثلا ديريفاتيف، فتقوم حاطط مثلا هاف لان انت بتسكوير حاجه جنبه، فانت عارف ان انت لما تoptimize وتجيب الديريفاتيف هتنزل السكوير يضرب الهاف فيطيره. بنقول عليها ان هي موجوده للماثيماتيكال كونفينينس. ساعات ده بيحصل في الديريفاتيف، ساعات بتحصل في الاستاتستيكال اناليسيس. فهنا مثلا انا عايز الدنيا تبقى فعلا السيجما بتعبر عن الستاندرد ديفيشن، عايز الانفليكشن بوينتس دي فعلا تبقى من ناحيه اليمين سيجما ومن ناحيه الشمال سيجما. كل ده يخلي لي شكل الستاندرد نورمال ديستريبيوشن واقعي وشكله لطيف اكتر. كل اللي عملناه ده بس لسه ما خلصناش. ايه هو بقى الجزء اللي موجود هنا ده؟ الجزء ده عباره عن ايه؟ ده الجزء اللي فاضل لنا علشان نوصل للايكويشن اللي هو جاب بيها البروبابيلتي دنسيتي فانكشن. طب تعالى بقى ناخد الكلام بشكل حرفي. احنا عايزين نجيب probability density function. لو رحنا وشفنا بقى شكل البيل كيرف اللي جبناه لغايه دلوقتي اللي تقدر تكنترول بيه الشيفت بالميو والحته بتاعت السبريد بالسيجما، فانت لغايه دلوقتي مش ضامن ان هو probability density function. لان لو تفتكر في الفيديوز اللي هي زي فيديو 5 و6 لما اتكلمنا عن الحتت دي هتلاقي ان ال probability density function شرط من شروطها الاساسيه ان الاريا اندر ذا كيرف تحت كل الكيرف ده ان هي يكون الاريا دي التوتال بتاعها السميشن بتاعها ب1. فانا لو جيت قارنت ده بالبيل كيرف اللي احنا جبناه قبل كده فلا، الاريا اندر ذا كيرف مش ب1. طيب اعمل ايه بقى؟ الشغل بتاع الانتجريشن جه من الرايمانيان سم. لما رايمان بدأ ان هو انتروديوس الحتة بتاعة السميشن على الاريا اندر ذا كيرف علشان اجيب الانتجريشن. تقدر تتشيك الكلام ده في فيديو 6. تعال نشوف الانتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي للبيل كيرف اللي احنا جبناه. اللي هيحصل ان الانتجريشن بتاع الكلام ده هيديني سيجما مضروبة في السكوير روت بتاع 2 باي. باي ظهرت ليه؟ غريبة جدا ان حاجة زي باي تظهر معاك فجأة كده في وسط الايكويشن اللي كلها حاجات عادية، صح؟ او كلها مثلا اكس وميو وكلها فاليوز بالمنظر ده. باي ظهرت لان في وسط الانتجريشن ده احنا سهلنا على نفسنا الانتجريشن بان احنا نروح من ريبريزنتيشن معينة بنطلق عليها كارتيزيان رحنا للبولر ريبريزنتيشن. بدل ما انا بعبر عن الاطوال عندي على الاكس والواي اكسس بدأت اللي انا اعبر عنها بالانجل ثيتا وار. ما علينا، ولكن الباي ساعدتني في ان انا اعرف اجيب الانتجريشن ده بشكل اسهل بدل ما الدنيا كانت تبقى اصعب معايا. وانسى خلاص اللي انا عرفت الانتجريشن ده بكام، تعال نستخدمه هو نفسه كنورماليزيشن فاكتور. فانا لما انورماليز الكوانتيتي اللي طلعت معايا دي بالنورماليزيشن فاكتور اللي هو الاريا اندر ذا كيرف، انا كده بجارانتي ان دايما الاريا اندر ذا كيرف تطلع ب1. لان هي لو كانت ب100 وانت هتقسم على 100 انت كده بتجارانتي ان هي ب1. كانت بنص وانت قسمت على نص كده بتجارانتي ان هي دايما تطلع ب1. وبالتالي هو اضاف في الايكويشن النورماليزيشن فاكتور ده. وبكده تبقى انت حصلت على probability density function of the normal distribution. فعلا الاريا اندر ذا كيرف بتاعتها ب1، وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تكنترول الكلام ده بالميو بالسيجما. ان شاء الله تكون كده فهمت الاكسبوننشال فانكشن الميو السيجما الاجزاء المختلفه من النورمال ديستريبيوشن، وان شاء الله تقدر ان انت توظفه في ان انت تموديل داتا سيتس مختلفه. علشان تموديل الداتا سيتس كل اللي انت محتاجه الميو والسيجما بتاعت الداتا، وساعتها يبقى انت معاك البروبابيلتي دنسيتي فانكشن اللي هتفت على الداتا بتاعتك لان هي مجرد محتاجه الميو
الافريج بتاع الداتا محتاجه السيجما، فانت تروح تحسبهم من الداتا وتعوض في الايكويشن دي، يبقى انت جبت البروبابيلتي density فانكشن اللي تفت على الداتا بتاعتك. شكرا لجاوس طبعا على الكونتريبيوشن الهايل ده، ان في ايكويشن واحده بس تقدر ان هي تجمع كل الكلام اللطيف ده، وتقدر ان هي تموديل حاجه فعلا كريتيكال في الميجرمنتس بتاعتنا المختلفه. ودي كانت كده كفرج للنورمال ديستريبيوشن، وازاي بنقدر ان احنا نستنتج الحتت المختلفه بتاعته، ونقدر ان احنا نفهم البارامترز المختلفه بتاعته. شكرا جدا انك كملت الحلقه للاخر. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.